السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى الفيديو المنتظر النهارده فيديو حلو جدا زي ما قلت لكم. هعمل لكم فيديو مجمع كده لتتبيلات الفراخ، نتبلها كده بطريقة حلوة وبشكل حلو، ويبقى معانا اكتر من تتبيلة تنفعنا في العزومات وتنفعنا في في تغيير الاكل كده، نبقى محترفين في اعمال الفراخ بكل الطرق. اول حاجة معانا التتبيلة بتاعتنا بصل وطماطم هنفرمهم فرم ناعم كده، مش عايزاهم مبشورين، لا عايزاهم مفرومين كده فرم ناعم. وهنزل عليهم بشويه توابل بسيطه جدا، ملح وفلفل، توم باودر وبصل باودر، وشويه من البابريكا وبس. يعني اي توابل عايزه تحطيها حطيها، بس هي كده بتبقى حلوه جدا. وهنزل عليها بقى كده بمعلقه من الصلصه، يعني توم باودر بصل باودر، ملح وفلفل، ممكن نحط شويه كركم، ممكن نحط شويه كاري، ممكن نحط شويه بابريكا، التوابل بقى المتاحه. بس الاساس بتاعها هو كده. هننزل بقى عليها كده بمعلقتين من الزيت وعصره ليمونه، بتديها طعم كده ومزازه رهيب. معلقه العسل الاسمر دي بقى مش قادره اقول لكم على الطعم اللي بتديه للفراخ، ومع المزازه كده مع التسكير بتديها تسكيره كده خفيفه، واللحمه بتبقى طعمها حلو قوي. تتبيله سهله وبسيطه، بس مش قادره اقول لكم جباره، طعمها حلو وبتدي الفراخ طعم رائع. من احلى واطعم التتبيلات اللي ممكن هتجربوها في حياتكم. هنيجي بقى كده هننزل بقى فيها في الفراخ ونقلبها كويس، ونفضل بقى ان احنا نسيبها ساعتين ثلاثه او لو قبلها بليله. يا سلام على الجمال والحلاوه اللي هتاكلي منها الفراخ دايبه، وهتبقى طعمها كده متطعمه من التتبيله الحلوه اللي احنا عملناها دي. هيجي بقى تشويها زي ما انت عاوزه، تحطيها في صينيه في الفرن، تحطيها على شوايه، تحطيها على شبكه كده زي ما انا هحط وادخلها الفرن، وهتطلع معاكي بقى بالشكل القمر ده، الفراخ دايبه. الطعم رائع، مفيش احلى من كده. نقدمها مع رز بقى، مع مكرونه، زي ما تحبوا. نخش على التتبيله التانية على طول. معانا بصل مفروم هياخد بس منه الميه، مش عاوزه غير الميه بس يا بنات، مش عاوزه اكتر من كده. ميه ما يكونش فيها تفل. بصوا بقى، احط بعد ما حطينا ميه البصل هنزل بقى عليها بمعلقه من الصلصه، برضو مهمه جدا. وكده معلقه كبيره من الصويا صوص، برضو بتديها طعم كده ومزازه حلوه قوي. وهقلبهم كده مع بعض، ميه البصل مع الصلصه مع الصويا صوص. وهنزل بقى عليهم بشويه توابل حلوين، ملح وفلفل، كركم وكاري، بودره زعفران، بابريكا، ومعايا كمان بودره توابل فراخ بتبقى حلوه جدا. وهقلبها. وممكن برضو في الخطوة في التتبيلة دي تحطي كده مكعب مرق لو حبيتي. وهنقلبهم مع بعض. ما ننساش نحط لهم كده برضو معلقتين من الزيت، تتبيلة حلوة حلوة حلوة. وهنحط لها بقى كده مكون دلوقتي ما هتستغربوه، بس بجد هيفرق معاها جدا وهيديها طعم وطراوة رهيبة. هنزل بقطع الفراخ بتاعتي انا مقطعاها بقى بالحجم اللي انتوا عاوزينه. انزلي بقى في التتبيله وقلبي بقى كده في التتبيله يمين وشمال، وغلفي الفرخه بتاعتك كده بكل التتبيله الحلوه القمر اللي احنا عملناها دي. وهتدعوا لي والله بعد الفيديو ده، انا متاكده ان انتوا هتدعوا لي ان شاء الله. هننزل بقى بمكون كده، مكون سحري، حاجه كده تحفه. هننزل بمياه غازيه من اللون الفاتح، مش من الغامق، من الفاتح يا بنات، اهم حاجه. هتديها بقى طراوه مش عمركم ما شفتوها في فراخ قبل كده. هنقلبها برضو كده على الناحيتين، وهنحط بقى على الناحيه التانية برضو شويه. الخطوه دي مهمه جدا، وبتدي طريقه يعني في الوصفه دي للفراخ، بتوديها في حته تانية خالص، وبتخلي الفراخ تستوي بسهوله جدا، وتبقى طرية وطعمها حلو قوي. برضو هندخلها الفرن، سواء هنحطها في الصينية زي ما هي، او هنحطها على شبكة برضو. ويطلع لنا بقى بالحلاوة والجمال. ايه رأيكم بقى في الحلاوة والجمال؟ قدمناها برضو المرة دي مع محشي. بصوا بقى الجمال والحلاوة، ايه رأيكم؟ قولوا لي. بعد كده ندخل بقى على اسهل واطعم واجمل تتبيلة تشوفوها في حياتكم. مفيش اي حاجة غير ملح وشوية فلفل حب، وده الاهم حاجة عندنا، وعلبة زبادي وبصلاية ومعلقة زيت ومعلقة خل. والفرخة بتاعتنا طبعا. اول حاجة ازق الجلد كده بتاعها، واديها تنغيزة كده بالسكينة، مبحبش اخرم في الفرخه على الجلد عشان ما بتتشال تستوي، يعني بتكش كده وشكلها مش حلو. اهم حاجه بقى عندي ان انا هدق الفلفل الاسود بتاعي يكون لسه معمول حالا، وده اللي هيدينا الطعم التحفه. هبشر البصلايه، هنزل بالملح والفلفل اللي احنا لسه دقينه كده على ايدينا، يطلع لنا الريحه الخطيره تحفه. مش قادره اقول لكم بقى الريحه بتبقى عامله ازاي هنا. وهنزل بكوبايه الزبادي، تتبيله سهله وخفيفه وبسيطه بس على الحلاوه بتاعتها. مش قادره اقول لكم غير لما انتوا تجربوا وتشوفوها ان شاء الله. هقلب بقى كده التتبيله الحلوه دي، وهنزل على بمعلقه الزيت ومعلقه الخل، وبس كده مش اكتر من كده. هغلب بيها الفرخه بتاعتي، تتبيله بسيطه وسهله، بس طعمها حلو وحلاوه، مش قادره اقول لكم الطعم عامل ازاي. هنغلب بقى كده الفرخه بتاعتنا من بره ومن جوه كده، من ورا ومن قدام، وهنحطها كده وندخلها بقى الفرن، وهتطلع لنا بالجمال والحلاوه. قولوا لي ايه رايكم. لو وصلتوا بقى لحد هنا في الفيديو قولوا لي ايه رايكم في الفيديو. ما تنسوش اللايك يا جماعه.
هنيجي بقى بعد كده تتبيلة بقى من أحلى الحاجات اللي ممكن تعملوها، بصلاية وطماطمية مبشورين عليها شوية توابل ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر برضو، شوية كركم وشوية كاري مثلا، شوية بهارات فراخ، التوابل اللي تحبوها. وهنعملها نسويها بأسهل طريقة انتوا تحبوها. بصوا بقى، يعني مفيش بقى لا شوي ولا في وجع دماغ، في حاجة كده في السريع. هنقلب كده الخلطة الحلوة بتاعتنا دي مع الفراخ، وهنسيبها شوية برضو قيمة ساعة أو اتنين كده. وبعد كده نجيب حلة على النار، وهننزل بقى فيها بمعلقة كده من الزبدة الحلوة البلدي بتاعتنا دي، ومعلقة من الزيت، ونرص فيها الفراخ بتاعتنا نديها صدمة كده. ونحط بقية، ما نرميش التتبيلة بتاعتنا اللي هي البصل والطماطم دي، اوعوا ترموها، تدينا صوص خطير في الآخر. هنحطها كده ونسيبها لحد ما تتشمع كده وتاخد تشميع حلو. وبعد كده نقلبها بقى، ونفضل كل 10 دقايق كده نقلبها يمين وشمال يمين وشمال كده لحد ما تدينا بقى اللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده، وتستوي وهتبقى دايبة دوبان ما عمركم ما شفتوه في فراخ قبل كده. وعلى البوتاجاز وانتوا واقفين وتعملوها بقى، بصوا مش تاخد منكم اي وقت خالص، وهتطلع لنا بقى بالجمال والحلاوه دي. ممكن تحطوها في صينيه في الفرن وتكمل تحمير، او تاكلوها زي ما هي كده، حاجه تحفه. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك حلو من لايكاتكم، وتدوني كده تشجيع بكومنت حلو من كومنتاتكم. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. باي باي، ويا رب الفيديو